القطط بتتعب بس تعبها مش بيبان في الأول، بتنام أكتر، مش عاوزة تاكل، بتبدأ تخس واحدة واحدة، وفي الآخر بتتفاجئ إن عندها مشكلة في الكبد. الكبد من أهم الأعضاء في جسم القطة، ولو بدأ يحصل فيه مشكلة فالجسم كله بينهار. في شوية أعراض كده ممكن تخليك تبدأ تشك إن القطة بتاعتك ممكن يكون عندها مشكلة في الكبد بتاعها، زي الخمول الواضح أو المفاجئ، فقدان الشهية، الترجيع المتكرر، اصفرار في اللثة أو العين، الضعف العام، بالإضافة إنك هتلاقي وزنها بينزل بشكل ملحوظ. طيب إزاي بقى نحمي القطة بتاعتنا من المشاكل دي كلها؟ الأكل بتاعها لازم يكون جودته كويسة. بلاش يا جماعة الأكلات أو الوجبات اللي مجهولة المصدر، أو الأكلات البشعة أو الحاجات الغريبة اللي إحنا بنأكلها القطط بتاعتنا. لازم تكون عارف القطة بتاعتك ومتابعها كويس، واخد بالك من وزنها بيزيد بيقل ما بيزيدش. الحاجات دي المفروض تكون متابعها. ولو شكيت في أي حاجة من الأعراض اللي قلنا عليها فلازم تروح لأقرب عيادة تعمل تحليل لإنزيمات الكبد ونطمن عليها. لو القطة بتاعتك دايما تعبانة، مناعتها ضعيفة، كل شوية يجيلها تعب جديد، يبقى لازم تفكر في